السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الباتون ساليه. شايفين الجمال؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. مكونات موجودة عندك في البيت. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. انا معايا نص كيلو دقيق. ضروري ننخل الدقيق في المعجنات والمخبوزات، بيدي طراوه حلوه قوي للمعجنات والمخبوزات. هنخل بقى نص كيلو دقيق كده بالشكل ده. عايزاكي بقى تعملي الباتون ساليه في البيت، اوفر وانضف كتير من انت تشتريه من المحلات والافران. حلو جدا ومش مكلف، وعملناه في البيت بكل سهوله. وان شاء الله في اخر الفيديو هوريكم الكميه عملت لي ايه من نص كيلو. في بوله تانية هجيب كوبايه وربع ميه من حنفيه عادي. دي بقى طبعا الطريقه دي سهله جدا وبسيطه. وهضيف معلقه كبيره سكر. هضيف بقى معلقه كبيره كده ملح، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره كركم، ومعلقه صغيره كمون. وهضيف كمان معلقه صغيره خميره فوريه. وهقلب المكونات دي كده مع بعض لحد السكر ما يدوب، المكونات كلها تندمج مع بعض بالشكل ده. بعد بقى ما قلبت المكونات كده اغطيها واسيبها بتاع 10 دقايق لحد الخميره ما تتفاعل. وبعد 10 دقايق كده الخميره اتفاعلت مع المكونات كلها. هجيب نص كوبايه زيت ذره، بيدي طعم حلو برضو للباتون ساليه. وهضيف معلقه صغيره كده سمنه بلدي، بتفرق في الطعم، جربوها هتعجبكم جدا. طالما عامله الباتون ساليه في البيت بيكلفي المكونات كلها مظبوطه من البيت. طالما انت اللي هتاكليه انت واحفادك واولادك بيبقى طعمه حلو جدا. وهقلب بقى المكونات كده واتاكدت ان كل المكونات اندمجت مع بعض. هجيب بقى الدقيق اللي انا نخلاه واضيف عليه المكونات السايله بالشكل ده كده. وهقلب. اهم حاجه تقلبي وتعجني كويس جدا، وتكون معاكي عجينه طريه وسهله التشكيل. والمكونات دي كده مظبوطه على قد النص كيلو بالظبط، تطلع معاكي العجينه ناجحه 100%. بمسك بقى الاسباتشوله كده واقلب بقى واعجن. اهم حاجه تعجني بتاع 3 4 دقايق لحد العجينه بتبقى معاكي طريه وسهله وسهله التشكيل. جربوا بقى طريقه الباتون ساليه بالطريقه دي هتعجبكم جدا، لان طريقتها سهله وبسيطه والطعم ولا غلط. باخد بقى العجينه كده على الرخامه، كده مقاديري ناجحه 100% ما شاء الله. بعجن كده بتاع 3 دقايق لحد العجينه بتبقى ناعمه معايا وبطريه بالشكل ده. شايفين بقى العجينه معايا ما شاء الله. بكورها بقى كده. اهم حاجه بقى تغطيها بكيسه كده على الرخام عشان ما تنشفش منك وتعمل طبقه قشر. هغطيها بقى بالكيسه كده. هسيب بقى العجينه كده لحد ما ترتاح شويه عشان مشكلها تبقى سهله معايا. هجيب بقى كوبايه سمسم متحمص واضيف معلقه كبيره حبه البركه، واضيف معلقتين كده ميه عشان السمسم يتماسك مع الباتون ساليه. وبقلبها كويس جدا. وده صاج مش مدون اي حاجه. باخد اول قطعه من العجينه كده واغطي العجينه برضو بالكيس عشان ما تنشفش مني. وهشكل بقى الباتون ساليه. عايزه تخني ترفعي برضو براحتك، انا هرفع الباتون ساليه وفي الاخر هوريكم شكله عامل ازاي. هبرم بقى العجينه كده وارفع العجينه بالشكل ده، واغلفه بالسمسم وحبه البركه. شايفين الحجم ده كده مظبوط في الباتون ساليه. وهرصه برضو في الصاج كده واضغط بايدي في الاطراف عشان طبعا ان ما يكشش منك في الصاج. وهكرر تاني برضو ابرم الباتون ساليه كده واغلفه بالسمسم وحبه البركه وارص في الصاج لحد برضو ما اخلص النص كيلو بنفس الطريقه. عايزاكم بقى تعملوا الباتون ساليه كده في البيت، في الاعياد، في المناسبات، في اعياد الميلاد. وحلو جدا لما تاكليه مع الجبنه البيضه كده او شاي بالحليب، بيبقى طعمه في منتهى الجمال. بكرر تاني كده واكرر لحد ما اخلص الكميه كده بنفس الطريقه ونفس التشكيل. بعد بقى ما برصه في الصاج كده بضغط من اطراف الباتون ساليه عشان ما تتكشش منك معاكي بالشكل ده. واكرر تاني لحد ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. ايه رايكم بقى في تشكيل الباتون ساليه؟ سهل بقى ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت باقل التكاليف وعمل لي كميه وفيره. احسن واوفر كتير ان انت تشتريه من المحلات جاهزه ومن الافران. اعمليه في بيتك اوفر وانضف كتير من الجاهز، وبيفرق في الطعم. انت عاملاه في بيتك بنظافه ومكونات مظبوطه 100%. ولو طالعه بقى مصيف او رحله بتعمليه كده في المصايف او الرحلات، بيفرق معاكي كتير. بيعمل كميه كبيره جدا وفي نفس الوقت بيبقى طعمه في حته تانية خالص. اعمليه بطريقتي دي فعلا هتنبهري بالنتيجه. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان تمشوا على الخطوات بالظبط يطلع معاكم الباتون ساليه بنفس الطريقه وبنفس الجمال دوت. وهكمل بقى تاني كده
تشكيل صوابع الباتون ساليه بالشكل ده. شايفين بقى الجمال ما شاء الله. كده خلصت الكميه كلها، وكده هرص بقى في السجاد بالشكل ده. لو حابه تسيبيه كده براحتك، انا هقسم الباتون ساليه كده على نصين بنفس الشكل ده كده. ولو حابه تسيبيه بنفس الطول ده برضو براحتك، بس انا حبيت اقسمه نصين كده عشان يبقى حلو جدا في الاكل. اغطيه بقى كده واسيبه 10 دقايق لحد ما يخمر. شايفين بقى الكميه عملت لي قد ايه ما شاء الله اللهم بارك. وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. وهدخل بقى الساق في الرف الوسطاني كده. هيقعد معايا بالظبط ساعه الا ربع او نص ساعه حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع بقى من الفرن، شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. واخد السوا المظبوط واللون الذهبي الجميل ومقرمش، وطعمه بقى احلى واحلى. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. يلا بقى نرص الباتون ساليه. جاهز بقى ولا مش جاهز؟ واحلى ما تجهز بمراحل. فعلا جميل ويستحق التجربه. طعمه وشكل ما فيهوش ولا غلطه، ومقرمش وطعمه جميل. وشايفين بقى مستوي ازاي واخد السوا بتاعه المظبوط. وبنص كيلو دقيق عملنا الباتون ساليه الجميل ده. اعمليه في بيتك، اوفر وانضف كتير من تشتريه من الافران والمحلات جاهز. وفي الاخر هوريكم كميه قد ايه عملت لي بالنص كيلو. واخد بقى القرمشه الجميله، وطعمه بقى احلى واحلى. فعلا جميل ويستحق التجربه، وطعمه ما فيهوش ولا غلطه. فعلا اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. واتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. ولو اول مره تشاهدوا قناتي مطبخ سوما واثر الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركه الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. بامانه انا بعمل الباتون ساليه ده في الاسبوع مره. بيقعد عندي اسبوع او اسبوعين، وبحطه في العلبه كده وبغطيه. بيطلع معايا اكني جايباه مجهز من الافران، واحلى من الجاهز بمراحل. لو عملتيه بطريقتي دي فعلا هيعجبك جدا، وطريقته سهله وبسيطه والطعم ولا غلطه. وعملناه في البيت بكل سهوله وبمقادير مظبوطه 100%. واهم حاجه بقى تحطيه في العلبه دي وتغطيه كده يفضل معاكي بقرمش لحد اسبوع. بيبقى طعمه بقى في منتهى الجمال. اعمليه بطريقتي دي هتنبهري فعلا بالنتيجه. سهل بقى الباتون ساليه ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت باقل التكاليف. وبنص كيلو عملنا كميه كبيره من الباتون ساليه، وطعمه بامانه ما فيهوش ولا غلطه. فعلا يستحق التجربه. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الأفضل في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.